لميس تعالي بسرعة، بابا رجع من السفر. بجد؟ بابا وحشتني قوي. حمد لله على السلامة يا حبيبي، أنا كنت مستنياك أنا وماما بفارغ الصبر. كويس إنك ما طولتش المرة دي ورجعت بسرعة، أنا قلت أعملها لكم مفاجأة. انتوا كمان وحشتوني قوي. وعلى فكرة ما نسيتش طلبك، وجبتلك اللعبة اللي انتي كان نفسك فيها. وفتح بابا الشنطة وطلع اللعبة. يلا يا ستي، مع إنك كبرتي على اللعب دي، مش عارف انت عايزاها ليه، بس ما تغلاش عليكي. دي انتي حبيبتي، ما اقدرش اشوفها نفسها في حاجة وما اجيبهاش. ربنا يخليك ليا يا بابا، تعيش وتجيب لي وتدلعني. ومن هنا حياتي اتدمرت. أنا لميس، عندي 22 سنة. أهلي مرفهين قوي. بابا رجل أعمال، بيسافر دول أوروبية كتير زي إيطاليا والنمسا وهولندا وفيرو. وكل مرة بيسافر فيها بيجيب لي أنا وماما كل اللي نفسنا فيه، هدايا كتير وهدوم كتير، برفانات، موبايلات، أي حاجة بنطلبها بيجيبها. وحتى لو ما طلبناش منه حاجة بيجيب من نفسه. وده طبعا شجعني إن أتابع كل جديد واطلبه من بابا. أي حاجة بتطلع ترند بطلبها. وفي يوم كنت بتصفح على النت، لقيت لعبة نازلة جديد في السوق، ولقيت كل الناس بتجري وتشتريها. اللعبة كانت عبارة عن دبدوب كده مختلف، ليه شكل غريب، وتقريبا وشها بلاستيك، وليها شكل وضحكة مميزة. استغربت جدا وسألت نفسي سؤال مهم: هي الناس دي كلها بتشتري اللعبة دي ليه؟ مع إنها غالية جدا بدولارات كتير. غير إن كان مرسوم عليها ضحكة مخيفة شوية وشكلها مش مريح، وفي منها ألوان كتير قوي. وهنا خدني الفضول وقعدت أبحث عن اللعبة، واكتشفت إن وراها أسرار كتير، وإن الناس بتقول إن فيها جن. في اللي قالوا إن ليها قصة أسطورية وإنها زمان كانت تميمة من الجن. وطبعا الدمية دي اسمها لابوبو، اللي انتوا كلكم عارفينها وسمعتوا عنها. وخدني الفضول جدا، ليه الناس دي كلها بتشتريها مادام هي مؤذية كده وليها قصص كتير؟ وقلت لنفسي أكيد الكلام ده مش حقيقي، ودي كلها خرافات. وللأسف كنت واحدة من الناس اللي اشتروا الدمية دي. واتصلت بلما صاحبتي وقلت لها: بقولك إيه، تسمعي عن لعبة لابوبو؟ قالت لي: أيوة يا بنتي، ده أنا نفسي فيها قوي. وقلت لبابا يجيبها لي. انت عارفة إن بابا بيسافر بره وتكون أصلية. قلت لها: بجد؟ والله فكرة، أنا كمان هقول لبابا يجيب لي واحدة. وفعلا كل واحدة فينا طلبت من باباها اللعبة. وده لأننا عندنا فضول نجرب أي حاجة جديدة. ولما رجع بابايا وباباها من السفر جابوا لنا اللعبة معاهم. قلت لها: بصراحة اللعبة في الحقيقة شكلها تحفة وخامتها حلوة قوي. قالت لي: فعلا، بس مش عارفة، قلبي اتقبض أول ما شفتها كده. قلت لها: ليه بس؟ بطلي هبل، كل اللي بتسمعيه ده خرافات، دي مجرد لعبة، الناس كتير بتشتريها عادي. وعدى يومين وكنت متعودة بنام وأنا حاضنة اللعبة، لأني كنت فرحانة بيها قوي. ومن عادتي إني مش بتحرك كتير وأنا نايمة. لكن حصل شيء غريب جدا، فجأة قلقت على إن اللعبة بتتحرك في حضني. واتصدمت لما فتحت عينيا وما لقيتهاش في حضني، لقيتها عند باب الأوضة، وكمان الباب كان مفتوح، وأنا قبل ما أنام قفلته. اتفزعت جدا، ومن يومها وأنا كل ما بنام بحلم بكوابيس مرعبة، زي إني بشوف لعبة لبوبو بتتكلم وبتتحرك، ولما بصحى بحس إن ده حصل فعلا. وساعات كمان كنت بلاقي كدمات في جسمي. وفي مرة وأنا بكلم لما سألتها عن اللعبة عملت فيها إيه، قالت لي: لا يا بنتي، بطلت أهتم بيها، حطيتها في الدرج. ساعتها قلت: والله عندها حق،
أنا المفروض أعمل زيها وما اهتمش باللعبة دي، هي شكلها حلو وأنا باحبها بس أعينها في الدرج أحسن. وعملت زي لمى وعينت اللعبة في الدرج، وفضلنا على الحال ده لحد ما حصلت حاجة غريبة ومرعبة أوي. في يوم أهلي كانوا خارجين وأنا قُلت لهم لأ، أنا مش هاخرج معاكم، أنا متفقة مع صحابي، وهُم خرجوا لوحدهم وأنا خرجت مع صحابي، ولمّا رجعت كانوا هُم لسه ما جوش، فكان البيت فاضي. فتحت الباب ولقيت البيت كُلّه ضلمة، وأنا لمّا خرجت كنت سايبة لمبة شغّالة في البيت، قُلت يمكن اللمبة دي اتحرقت. دخلت ونوّرت النور وقفلت الباب، بس كنت حاسة بخوف وكنت باتحرك ببطء، ولمّا قرّبت من أوضتي قلبي بقى بيدق بسرعة، وأول ما وصلت عند الباب هنا كانت الصدمة. سمعت صوت حد بيتكلم جوّه وبيهمس، وقفت مكاني مش قادرة أتحرك، وقاعدة أفكر أنا أهلي كلّهم مش في البيت، أُمّال مين اللي بيتكلم جوّه؟ يمكن حرامي؟ استجمعت قوايا العقلية وفتحت الباب، واللي شُفته مرعب جدًا. ما لقيتش أي حد في الأوضة، ما لقيتش غير اللعبة قاعدة على السرير وكأنها بتبُص لي. أيوه شكلها بتبُص لي، شكلها مرعب جدًا، واتصدمت لإني كنت سايباها في الدرج، إزاي طلعت من الدرج وبقت موجودة على السرير؟ قفلت الباب بسرعة وطلعت أجري ونزلت من البيت تاني، ورُحت قعدت عند خالتي لحد ما أهلي ييجوا، ولمّا رجعوا عدّوا عليّا وخدوني معاهم البيت. طريق حكيت لهم كل اللي حصل. ساعتها بابا قعد يضحك وقال لي: "تلاقي مامتك وهي بتنضّف شالتها من مكانها أو أي حد شالها من مكانها عادي يعني." وماما ما صدّقتش وكلّهم قعدوا يهزروا. ولمّا وصلنا البيت خدتهم معايا للأوضة عشان أورّيهم المنظر اللي أنا شُفته، وهنا كانت الصدمة. ما لقيتش اللعبة زي ما كنت شايفاها، بافتح الدرج لقيتها زي ما كنت سايباها الأول. طب إزاي؟ إزاي اتحركت وإزاي رجعت تاني مكانها؟ وطبعًا ما حدش صدّقني، وساعتها بابا قال لي: "أنتِ شكل أعصابِك تعبانة، إحنا ممكن نطلع مصيف يومين ونغيّر جو." وفعلًا بابا خدنا المصيف، وقعدنا هناك وكنا مبسوطين، لحد تالت يوم في المصيف سمعت خبر صدمني، وده لمّا صاحب بابا أبو لمى كان بيكلمه في التليفون وهو بيعيط، وبيقول له إن لمى ماتت، وبيقول له إنهم لقوها في أوضتها مرمية على الأرض ووشها عليه فزع، ومش عارفين إيه اللي حصل لها. طبعًا رجعنا من المصيف على المستشفى على طول عشان نشوف إيه اللي حصل، لقينا أبوها وأمها منهارين، والدكاترة قالوا إن ما فيش سبب معين للوفاة، وإن السبب الوحيد للوفاة واللي ظهر قدامهم إنها شافت شيء مفزع فاتخضت فماتت. وساعتها جه في بالي اللعبة، وتقريبًا أنا الوحيدة اللي عرفت هي ماتت إزاي. أكيد شافت حاجة مرعبة زي اللي أنا باشوفها، وحكيت لأهلها كل اللي بيحصل لي بسبب اللعبة. ساعتها قررنا نتخلّص من اللعبة دي، وبعدها رجعنا على بيت صاحب بابا ودخلنا أوضة لمى، ولمّا دخلنا شُفت حاجة عرّفتني ساعتها هي ماتت إزاي. شُفنا اللعبة محروقة، وساعتها أمها قالت: "أيوه هي دي اللعبة اللي كانت دايمًا بتمسكها، ما كانتش بتسيبها أبدًا، وكانت دايمًا تقول لي إنها بتحلم بكوابيس، وفي الفترة الأخيرة حالتها النفسية كانت وحشة أوي، ما كانتش بتاكل كويس، وطبعًا كانت منهارة." وساعتها قُلت لهم: "أنا كمان بيحصل لي كده وباحلم بكوابيس، وساعات باصحى ألاقي على جسمي كدمات." وعشان كده باقول لكم إن هي حاولت تتخلّص من اللعبة أكتر من مرّة، ولمّا ما نفعش حرقتها، وعشان كده هي ماتت. وطبعًا فضلنا متأثّرين باللي حصل لفترة طويلة، وكنا دايمًا بنحاول نصبّر مامتها وباباها. ساعتها قررنا نتخلّص من لابوبو من غير ما تأذي حد، وساعتها بابا لبس جوانتي
ولفّاها في بلاستيك كويس أوي، وراح لصندوق زبالة بعيد جدًا. هو وأبو لمى عمل نفس الشيء ورموها. ولمّا بابا رجع البيت كانت الصدمة. بابا قال لي: "أدينا يا ستي اتخلّصنا من اللعبة، وكده ما بقاش في أي خطر، تقدري تطمني." ساعتها فرحت أوي، لكن بالليل حصل شيء مرعب جدًا. البيت كله كان نايم، وأنا رُحت في النوم، وحلمت بكابوس فظيع جدًا. وأول ما فتحت عيني لقيت لبوبو وشها في وشي. فضلت أصرخ لحد ما بابا وماما صحيوا من النوم، وقلت لهم: الحقوني دي لسه بتطلع لي، أنا خايفة. وفضلت أصرخ وأنا منهارة. قالوا لي: يا بنتي اللعبة دي خلاص إحنا اتخلصنا منها ورميناها، اهدي بقى. فضلوا يطمنوني، وللأسف بقيت أنا الوحيدة في البيت اللي بشوفها وبلمسها. والمشكلة إن كل ما بتخلص منها بتظهر لي تاني. الغريب إن أنا بس اللي شايفاها، ومع الوقت بقيت أحس إنها بقت جزء مني، وبقت في حاجة بتشدني ليها. ونسيت نفسي ونسيت دراستي وخسيت جدا، ودخلت في حالة نفسية صعب أخرج منها بسبب كل اللي بيحصل لي. وللأسف حاولت أنتحر، وأهلي أنقذوني. ما كنتش قادرة خالص، ابتديت أنفصل عن الواقع. وساعتها أهلي فكروا إنهم يدخلوني مصحة نفسية، وفعلا ده اللي حصل. وخدت وقت كبير عشان أتعالج، ومن بعدها فضلنا مشغلين القرآن في بيتنا على طول. وأنا في الفترة دي كنت بقرأ قرآن كتير قوي، لحد ما نفسيتي هديت من ناحية اللي حصل من اللعب. لكن طبعا فضلت متأثرة بموت صاحبتي. وهنا نتعلم إن مش أي حاجة جديدة الناس تتكلم عنها أو تعملها نجربها، خصوصا لو كانت حاجة فيها خطورة. مش كل حاجة ينفع نجربها لأنها ممكن تدمرنا. ولحد هنا خلصت حكايتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.